تعال اقول لك حقيقه اليو اي واليو اكس اللي محدش بيتكلم عنها، وان احنا كمصممين ممكن نتلاعب بعقل شباب وناس كمان كبيره ونضحك على الناس كلها من خلال التصميم بتاعنا. النهارده هفتح لك صندوق اسود محدش اتكلم عنه قبل كده، وهتكلم عن التصميم في مواقع المؤامرات اللي هي شبه وان اكسبكت، وازاي بشويه حيل باليو اكس واليو اي بنقدر نضحك على الناس، وازاي الكود ممكن يقلب ضدك في ثانيه. لو عايز تعرف اسرار اللعبه دي من جوه كمل الفيديو عشان نفهم بس الالعاب دي شغاله ازاي والنصب بيحصل ازاي. الموضوع بدأ بكل بساطة إن عميل كنت شغال اوريدي معاه قبل كده في كذا شغلانة، وكلمني قال لي صحابي عايزين يعملوا موقع شبه وان اكسبت ابلكيشن، وموقع طبعا فلوس بالملايين ممكن تجيلي وتيجي للشركة بتاعتي. وبصراحة يعني كانت فرصة كبيرة جدا، ولكن طبعا احنا رفضنا كلنا لأن احنا ما بنشتغلش بالحاجات دي. وادانا شوية ريفرنسز للمواقع، وهنا بقى أنا وقفت وقلت أنا لازم أدرس الموضوع ده وأشوف المواقع دي بتعمل إيه في الناس. هو قاعد على القهوة ألاقي ناس صغيرة ماسكة الموبايل وعمالة تلعب، وناس بتتابع دوري الدرجة الثالثة والرابعة، وكمان في مسلسل في رمضان بيتكلم على نفس الحته دي بتاع محمد فراج ده. مفيش حد بيجرب اللعبه دي يا فتحي مره واحده بس. تسمع اللعبه اللي بتجيب فلوس؟ الابلكيشن ده بينزل مع النت عادي، بس راح دماغ العالم كلها. تخش جوه تتسحل، كل اللي عليك تعمله انك تحط فلوس وتراهن. فبصراحه يعني شدني قوي الموضوع لدرجه ان انا قعدت ادرس اليومين اللي فاتوا ايه القصه دي، وقلت لازم اعمل فيديو بسرعه. ولكن قبل ما اقول لك كل حاجه اكتشفت ان هم بيشدوا اللاعب اللي هو عايز يلعب لدرجه ان هو ممكن يقعد 24 ساعه كامله على الابلكيشن وما يقفلهوش. فتعالى اقول لك اكتشفت ايه، صدقني هتنبهر. اول حاجه بدات اعمل لوجين على الابلكيشن، ولكن كان لازم اعمل ساين اب عشان ابدا. انا بعمل ساين اب لقيت الموضوع سهل جدا، النصات الصغيره دي دوبك بتطلب منك كام بيانات بسيطه خالص وتدوس ريجستر تدخل على طول، وكمان ممكن بالميل بتدخل باي حاجه تدخل الموضوع بسعر. لكن كان هنا في حاجه، ان في منصات كبيره بدات تلغي الموضوع دوت عشان كثره المستخدمين عليها بالمليارات، فبالتالي بداوا يطلبوا شويه بيانات اكتر. وانت بقى بتعمل ريجستريشن بيعمل لك حاجه كده بتشدك على طول، بيجيب لك ازاي هتحول فلوسك من خلال ان هو بيحط لك لوجوهات لشركات الاتصالات المعروفه زي اتصالات وفودافون وانستا باي. كمان بيحط لك اللوجوهات بتاعهم عشان انت يجي لك شعور شويه بالامان ان انت في حته هتسحب فلوسك بسهوله وهتحول فلوسك بالمحافظ الالكترونيه، الموضوع سهل. وكمان بيحط لك علم الدوله اللي انت فيها عشان يحسسك ان هو مخصوص ليك، وهو فعلا بيبقى مخصوص للبلد بتاعتك. ايه كانه بيقول لك يا باشا الموضوع سهل، يلا حط 20 30 جنيه ابدا بيهم والدنيا هتبقى تمام. واول ما بتعمل ريجستر يروح ظاهر لك بوتن كده لونه اخضر حلو قوي بيقول لك ديبوزيت، اعمل ايداع حط فلوس يلا، ويروح حاطط لك اول ما تحط الماوس على ديبوزيت دي تبدا تلاقي لك ان هو 300% على اي فلوس تحطها. يعني انت حطيت 100 جنيه بقوا 300 جنيه في ثانيه هتقدر تلعب بيهم. طبعا بيطمعك وبيشدك اول شده كده للاب. كمان بقى في مواقع جديده دلوقتي بقت بتحط لك حسابات وهميه، بمعنى ان هو يديك فلوس بالدولارات مثلا 100,000 دولار ولا 10,000 دولار تلعب بيهم، وكده كده الاي بي ايز بتاعت اللعبه دي بتخليك تكسب، وبتخليك الفلوس المزيفه بتاعتك دي تعلى 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 عشان خاطر تحس انك ممكن تكسب بالفلوس الحقيقيه بسهوله زي ما كسبت بالفلوس المزيفه. التصميم وتجربه المستخدم هنا معتمده انه يبقى الموضوع سريع، انك تدخل في الدوامه بسرعه ما تقعدش تفكر كتير. ريجستر سهل، ديبوزيت سهل، الشركات موجوده حواليك اللي انت عارفها وفاميليار بيها. لو مثلا حطوا اسم شركه من الشركات زي باي بال او سترايب او حاجه انت مش بتتعامل بيها هتبدا تقلق وتقول لا انا مش هعمل ايداع، ده الايداع ده صعب، ده الموضوع كبير، او يقول لك مثلا اسامي وكلاء او حاجه انت مش عارف، هتبدا تقلق. بس دي اول حاجه يبدا يشدك منها، ان يجيب لك ايه شركات الاتصالات اللي حواليك، وده طبعا بيخليك ترتاح نفسيا وبيزود عندك الهرمون بتاع الريسك، ان انت تعمل ريسك اكبر وتزود اكتر الفلوس بتاعتك. اول ما تدخل اغلب بقى مواقع القمار بتلاقي زي داتابيس كبيره كده فيها ارقام كتير للمطوشه، وفوق في حاجات وتحت في حاجات، بيبقى ملعبك كده. طب ليه؟ ده اولا بيحسسك ان انت داخل في حته بروفيشنال، هم فاهمين بيعملوا ايه، وارقام كتير كانها بورصه كده، يعني اللي هو لا الموضوع مش سهل ومحتاج بقى دراسه، وان انت لازم تدرس الاستراتيجيات وتدرس المطوشه وتدرس مش عارف ايه وتدرس ايه عشان تكسب. بيحسسك ان الموضوع بره عن الحظ، لا دي حاجه مش حظ. ده اول انطباع انت هتحسه اول ما تدخل. ولو دخلت على الالعاب بتاعه القمار بتلاقي احساس ان انت في كازينو حقيقي، يعني انت في مكان في ملهى، يعني مليان احمر واخضر والرولات تحس ان الشيطان جوه. لو ثقافتك زي مصر ما لهمش في القمار قوي فبيديك شويه العاب عاديه جدا تحسسك ان الدنيا تمام. يعني سوليتير ده انا شاطر قوي سوليتير، طب ما يلا العب سوليتير والعب على فلوس، احط 20 جنيه بس ايه المشكله. حتى سوليتير خلوها قمار. وفي العاب تانية بقى اتفه كمان من سوليتير، يعني سبين زويل عادي تسبين وتكسب، عشان حتى اللي لسه في ابتدائي وفي اعدادي يقدر يدخل ويلعب الالعاب دي بسهوله. وحتى الكبير اللي مش فاهم الراجل اللي هو شغال في الارض
هارد ولا حد ثقافته شويه مش مع الثقافه دي يبدا حتى يلعبها بكل سهوله ويكسب، فبالتالي اللي بيخلي الموضوع اسهل. حاجه تانية مهمه قوي برضو بيعملوها وهي صايعه قوي بجد، يعني ان في لونين مهمين في اي ابلكيشن في معظمهم، يعني ابلكيشن القمار، وهو الاخضر والاحمر. الاخضر دايما بيحسسك بالسكسس، بالنجاح. دايما دي حاجه في اي ابلكيشن يعني بتنجح فيها بيجي لك لون اخضر، لان الاخضر ده كانه زي الاشاره اللي هو حاجه بتعدي تمام، والاحمر ده بيقول لك تحذير او خلي بالك. فبيستخدموا اللونين دول ليه بقى؟ تعال اقول لك. اول ما بتلعب لعبه وبتكسب فيها بيجي لك اللون الاخضر، وبيجي لك جفايه كده فيها انتصار زي سيلبريشن كده، ان هو بيحسسك بالمتعه ان انت كسبت حاجه والفلوس دي بقت بتاعتك فتتبسط. وطبعا هرمون الدوبامين بيعلى جدا في الوقت دوت لان انت فرحان وكسبان. لكن لو خسرت بيجيب لك علامه لونها احمر كده وتراي اجين، بتستفزك وبتخليك عايز تعوض وتكرر تاني المحاوله. الحاجات دي خلي بالكم مش عشوائيه، دي دراسه وفلسفي اليو اكس ديزاينر بياخدوها عشان خاطر تعلمهم في الابلكيشن وفي شغلهم عادي، ولكن بيستخدموها في 1 اكسبت او في الحاجات اللي شبه دي بكثره جدا، يعني هم صيع قوي في اليو اكس. ندخل بقى سريعا على لعبه الطياره. لعبه الطياره دي من اشهر الالعاب اللي معظم الشباب بيلعبوها. لو انت مش عارفها فهي المفروض ان انت بتحط فلوس اللي انت عايز تصرفها، وبعد كده في طياره بتطلع. الطياره دي لو بتوصل لتايمز مثلا 1.2 بتكسب الرقم بتاعك في ال 1.2، لو في 2 3 4 بتوصل ل 20 بتوصل ل 50 بتضرب الفلوس اللي انت حطيتها في ال 50. طبعا لو حطيت فلوسك الطياره دي ممكن تفرقع في اول لحظه، هي كلها حظ المفروض. فتعالوا نعرف ازاي عملوا اليو اي واليو اكس بتاع. اولا في الانترفيس بتاع اللعبه دي بيجيبوا لك لعيبه كتير بتلعب في نفس الوقت بارقام اليوزر بتاعتهم، كان في ارقام موجوده وبالاسعار اللي هم بيحطوها، ودايما كل الارقام اللي هم بيحطوها ارقام عاليه جدا. يعني مثلا انت مثلا بتلعب ب 20 جنيه ولا 30 جنيه، هم يحطوا لك ناس حاطه ب 20 و30 الف، وارقام غريبه. في ناس بتحط اكتر كمان في اللعبه الواحده، وهم يعني كانوا خايفين عليك، عاملين لك مينيمم وماكسيمم للفلوس اللي انت بتحطها. وطبعا كل ده بيبقى حاجات وهميه، هم ما فيش ناس بتلعب معاك بالارقام دي. القايمه دي موجوده عشان تشجعك تحط اكتر، بدل ما تحط ب 20 جنيه وتكسب 30 جنيه، لا هو بيخليك ان انت تاخد قرار انك تحط بال1000 وبال2000 وهكذا. بعد ال1000 وال2000 تلاقي ناس بتحط اعلى، فتروح انت محاطط اعلى وهكذا، فهتخش في دوامه مش هتخلص. بس طبعا ده هيحسسك ان انت مش لوحدك، ان في لعيبه كتير معاك، واحد جنبك انت مش شايفه ولكن هو بيامر ب 20000 بيكسب 500000، فانت ده حياته بتتغير طبيعي. لازم انت الريسك يعلى عندك وتبدا تحط في فودافون كاش او في اي محفظه فلوس اكتر وتبدا تكبر اكتر، وتقعد بقى تتخيل وانت قاعد بتلعب ان انت واحد من الناس دي اللي بتكسب وبتغير وبتجيب شاليه في الساحل ب 1000 جنيه بس بتحطها في الابلكيشن يعني. وكمان هقول لك على حاجه، فكره الانفجار تيجي بطريقه بشعه، يعني هم عاملينها كانترفيس فعلا مستفزه، ان هي تستفزك فبالتالي تقول لا انا هعوض انا هكمل، تخليك اللي هو فعلا انت خلاص بقيت في دوامه اللعبه. في بقى حاجه تانية ودي مش اي حد بيعرفها، يعني الديفلوبرز لما جم بصوا على اللعبه دي لقوا ان لو اتنين بيلعبوا نفس اللعبه بس في مكانين مختلفين، الاي بيهات بتاعتهم مختلفه، الطياره دي بتنفجر في اوقات مختلفه مش في نفس الوقت. ولكن طبعا 1 اكسبت والحاجات دي بتنفي الكلام ده كله، ولكن دي حاجه بتحصل فعلا. يعني انت وصاحبك بتلعبوا نفس اللعبه في نفس الوقت، ولكن هو عايز يخسره بس يكسبك، فهو بتفرقع عنده وانت بتعدي عندك والدنيا تمام وبتكسب. عشان كده هو الاي بي ايز والديفلوبرز اللي عايزينه بيعملوه، مش انت اللي بتعمله. وطبعا دي بتبقى اكواد حديثه جدا، انت مش بتبقى مسؤول عن حاجه، انت تبقى فاكر ان الموضوع حظ، ده حتى موضوع مش حظ، لا ده هم قاصدين يعملوا ايه وعارفين بيعملوا ايه. باشا لو انت بتلعب اللعبه دي فانت يعتبر شخشيخه كده في ايديهم. هنتنقل بقى من التصميم للبرمجه طالما اتكلمنا في النقطه دي، فتعال اقول لك المبرمجين قالوا ايه على الالعاب دي. ببساطه النظام بتاع اي ابلكيشن في 1 اكسبت مصمم من الديفلوبمنت بتاعهم ان هو يبعت لك اشارات معينه لكل لعبه انت بتلعبها. انت لسه جديد يحاول يكسبك، طبعا بتبقى لعبه يعني ممكن يخسرك شويه يكسبك شويه، بيشوف نظامك انت عامل ازاي. هو كل هدفه ان ياخد فلوسك، مفيش اي هدف تاني ومش هيديك فلوس. فبالتالي الاي بي ايز اللي جوه بتغير الالعاب على حسب دماغها. كمثال لعبه اسمها ابل اوف فورتيون تقريبا، اللعبه دي عباره عن 5 تفاحات، انت بتختار اي تفاحه فيهم، 4 فيهم بيبقوا مش متاكلين وواحده فيهم متاكله. لو انت اخترت المتاكله خلاص انت كده بتخسر فلوسك، لو بتختارش المتاكله بتكمل لحد ما تخسر او بتوقف فتكسب الفلوس بتاعتك. طبعا اللعبه دي خطيره جدا لان هو اول ما بتدوس على التفاحه بيقعد يحمل شويه، الكود بيقرا هو عايز يكسبك ولا عايز يخسرك على حسب. لو عايز يكسبك بيخلي التفاحه مش متاكله، لو عايز يخسرك بيخليها متاكله. فشوف بقى على حسب انت في انه سيستم في الديفلوبمنت يعني بتاعهم، هل هم عايزين يكسبوك دلوقتي ولا يخسروك. خلوا بالكم يا جماعه اللعبه دي مش بتكسبك فلوس عشان هي كريمه لا عايزاك تكبر وتبقى معاك فلوس اكتر، لا هي بتلعب على نفسيتك وتستغلك.
فلو ناوي تجرب نصيحه مني بلاش، عشان هتدخل نفسك في شبكه انت مش هتعرف تخرج منها ابدا صدقني. يعني انا في يومين بدرسها اتسحلت. وطبعا يعني بعيدا عن الوان اكسبت انا مش هتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، هي نفس طريقه وان اكسبت ان تخليك انت مدمن عليها، كل يوم بتفتح الابلكيشنز بتاعتهم، كل يوم بتفضل تتعامل بالابلكيشنز، فهو خلتنا كلنا مدمنين انا وانت. بقى عندنا سلوك ادماني على فتح الموبايلات وريلز كل لحظه وكل دقيقه. فكان شطاره اليو اكس اللي كان عمل الموضوع دوت، وشطاره اليو اي اللي خلالك فيه لايك وخلاك فيه لايك شير وكومنت، ما كل الحاجات دي كلها بتلعب على الحاجات دي نفسها هي. ولكن عشان هي مش حرام او مش غلط فاحنا بنعملها، بس وان اكسبت هو فعليا غلط وحرام وكل حاجه ممكن تتخيلها. في النهايه اتمنى اكون عرفت اوضح الجانب المظلم في التصميم لما بيصمموا حاجات غلط، وازاي بيقدروا يستخدموا التصميم واليو اي واليو اكس ان هم يشدوك اكتر ليه، سواء من ناحيه التصميم بقى اللي هو بيغامر وبيديك الوان وفلسفه ان انت غصب عنك تقعد على العاب اكتر، او من ناحيه اليو اكس نفسه اللي بيشدك، او من ناحيه الديفلوبمنت اصلا اللي بيضحك عليك وبيخلي الاكواد زي ما هو عايز. لو شايفين ان الكلام ده مفيد اعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، او ابعت الفيديو لحد معين في حياتك عارف ان هو بيلعب حاجات زي كده، واشتركوا في القناه لو حابين تشوفوا حاجات اكتر عن البراندنج وعن اليو اي يو اكس انا بتكلم فيها كتير جدا ممكن تستفاد منها. بس كده خلي بالك بقى، سلام.